يكون من افضل هو بنزيما في لاعبين يتخلقوا للمجموعه، يلعب للفريق، ما يفهموا لاعبه الا الفنيين. لماذا المدربين الكل يلعبوا بنزيما كراس حربه؟ ما يلعبوش لاعبين، لانه يعرفوا قيمه بنزيما في لاعب ريال مدريد. صعب انه ماذا يقدموا لريال مدريد؟ ما قدموا، لانه في السبع سنوات لعبها مع ريال مدريد انا نقول حسن الفريق من الناحيه الهجوميه، وزيد حسن مستوى كريستيانو وعديد اللاعبين لما يلعب بنزيما مع بيل مع مودريتش مع اللاعبين الكل، وحتى زملائه يحبوا ان يلعبوا مع بنزيما ما يلعبوش مع مهاجم، يعرفوا قيمته الفنيه، لكن الجماهير ما تحبوش لانه ما يسجلش، ماهوش هداف، دائما يقارنوا به بكريستيانو، كريستيانو لا يقارنوا به بكريستيانو، حتى لما كان صغير في فريق ليون ما كانش مهاجم، هو كان يلعب وراء المهاجم. صحيح. اليوم منذ قدومه لفريق ريال مدريد اصبح ريال مدريد من الناحيه الفنيه فريق قوي، وشاهدنا اليوم قدم مباراه كبيره، صحيح ما سجل لكن قدم مباراه كبيره وانسجام كبير بينه وبين كريستيانو رونالدو، ولذا الفنيين دائما يلعبوا اساسي ويحبوا اللاعب هذايا وامكانياته. نعم. لاعب يلعب للمجموعه، صعب انك تلقى مهاجم كبير يلعب للمجموعه، صعب. نعم. هو تخلق للمجموعه. لم نقلل من شأنه، المباراة كانت رائعة، وصلنا إلى مستوى المثالية هجوميا، هاجمنا جماعة وليس فرادى. اليوم لم تسجل الأهداف ولكنك شاركت في تسجيل الأهداف. ما هو إحساسك حينما تكون هداف وتساعد في تسجيل الأهداف؟ بالنسبة لي أنا لا أحس وأنني مهاجم فقط رأس حربة رقم 9 فقط وهو متواجد ويتموقع في منطقة ضربات الجزاء لتسجيل الأهداف فقط. أنا ألعب لصالح الفريق، وفي بعض الأحيان أطلع بأدوار تكتيكية، في بعض الأحيان أنت تسجل وفي بعض الأحيان الأخرى أنت لا تسجل أهداف، ولكن المهم هو أن نعمل لصالح الفريق.